السلام عليكم، حياكم الله. قبل بداية الفيديو قولوا ورايا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. نبدأ الفيديو من عند الكتاكيت. طبعا صار لي يوم كامل ما جاي عندهم. نفتح الباب معكم نشوف عندهم أكل، عندهم شرب. أكل عندهم بس الخشن، لأنهم ما يأكلون الناعم يبقون الخشن. هذول الكتاكيت ما دجاج الزينة. اللي متابعنا بالقناة يعرف عندي دجاج زينة. هذول الكتاكيت مالهم مي، عندهم مي بس شوية لازم يتبدل. هذول هم شوفوا بشكل أوضح. كانوا ثلاثة طبعا، واحد منهم مات. الحمد لله خير إن شاء الله. صفوا بس هذول الاثنين، صحتهم خير من الله ما شاء الله. بس نخلي لهم أكل، يوم الباقي قدامهم بس هذا الخشب ما يأكلونه. خلي لهم أكل وارجع لكم وشوفوا شلون راح يجون على الأكل. طبعا رجعت لكم بعد ما خليت لهم أكل. شوفوا شلون جو على الأكل. يعجبهم الأكل الناعم ما الخشن. أقطع وارجع لكم يم الدجاجة راح نعطيهم علاج. طبعا قبل لا نروح خلي نسد الباب مالهم. نسينا المي مالهم. شوف نسينا المي. خلي لهم مي وارجع لكم. خليت لهم مي جديد وهذا أكل وعياكلون. ألف عافية ألف عافية. هسه خلينا نسد الباب مالتهم. هذا النايلون من فوق، وهذا الخاوي القديم. أحسن يدفون، لأن بالليل درجة الحرارة تصير منخفضة جدا فيبردون، ومرات الكهرباء تنطفي فالقلوب يطفى فخطية يبردون. هسه خلينا نروح على على المزرعة ونشوف الدجاج ونعطيهم علاجهم. طبعا هسه الدنيا ليل. أصور لكم بذاك المزرعة، أصور لكم إياها الدنيا ليل. أقطع وارجع. ورجعنا. طبعا الدنيا ليل مثل ما تشوفون. هاي الظلام. هذه المزرعة المتواضعة. هذا الحوش مع الدجاج. طبعا هم متوسخ، هم يرادوا تنظيف. وهذا أكلهم ماكلين، والباقي زايد الظلم مكانه. هذاك المي. المغرب سديت بابهم المغرب لأن تصير باردة عليهم. نروح نجيب العلاج حتى نعطيهم. العلاج خلاني على القفص. ايه من صح تذكرت. العلاج خليته فوق البيت مالهم. هنا عندنا الدجاج الزينة اللي قبل شوية شوفتكم الفراخ مالتهم. هذول الاثنين هذول الأم والأب. طبعا اعذروني الدنيا ليل والرؤية ما هالقد واضحة، فراح إن شاء الله أعوضكم بالنهار. هذا الأحمر وديك، والسودة دجاجة، دجاج قطبي. نعطيهم علاجهم وأرجع لكم جوا ويم دجاج العرب. أصور لكم طريقة شلون نعطيهم العلاج. أقطع وأرجع. واللي يسأل شنو العلاج تنطيلهم إياه، هاي القطرتين. هذه أول وحدة، هذه فيتامينات وبروتينات. أما هذه البيضة فهو العلاج التنفسية مثل ما تقرون عليها إذا واضحة أمامكم. قرب شوية نوضح لكم. قطرات التهابات التنفسية، يعني هاي الأمراض التنفسية. طبعا طريقة الاستخدام كانت انه انطيهم قطرة قطرة على الحلق.
تخلص وحدة تبدي بالثانية مباشرة، فأني خلصت هذه مال فيتامينات وبروتينات، فراح أبدي بهذه. هذه البيضة راح أبدي بيها. وطبعا هسه راح أصوركم طريقة الإعطاء يم دجاج العرب. يعني راح أحاول أنطيهم بسرعة لأن جو بارد برا، فأنفوت هناك على بيت الدجاج شوية أدفى أحسن من برا. هسه خلي أعطي هذول الدجاج الزينة. أقطع وأرجع لكم مع الدجاج العرب. ورجعنا يم الدجاج. راح أصوركم شلون راح نطيهم العلاج مثل ما اتفقنا. هذا هو العلاج، قطرة قطرة على الحلق، قطرة وحدة مرة وحدة باليوم. أنا أفضل أنطيها فترة الليل لأنه يكون سهل الإمساك، إنه أمسكهم بسرعة أقدر أمسكهم يعني ظلموا نايمين. أما بالنهار ما ينمسكون، يطلعون روحي لهم. فنمسك هسه واحد قدامكم، أشوفكم. هذا مثلا أول واحد. هاي دجاجة بسم الله ما شاء الله، قاعد هيجي الحلق. نجيب القطرة، شوفون قطرة واحدة بسم الله. هاي واحدة خلصت، نجيب هاي الثانية. ما شاء الله تبارك الله. هاي الثانية فيومية. امسك الحلق بالشكل هذا ما تشوفون. خذ خطرة، قطرة واحدة. امسك الثالثة أيضا. هذه دجاجة عربية مكحكلة بيضة، نمسكها بالشكل. أيضا نمسك الراس بالشكل هذا. طبعا لازم أقطعها وأحصرها بجو باطي بهذا الشكل. خليكم واضحة لكم. هاي قطرة. طبعا اعذروني إذا ما طالع بالتصوير لأن ما عندي ستاند، بس على ما أجيب لي ستاند إن شاء الله. هاي دجاجة كملناها. وهذا شو اسمه على هذه الطريقة كل الدجاج هسه استمر عليهم على قطرة قطرة. شوفوا شلون متجمعين ونايمين. هذول الفرايج تتذكروهم كانوا كتاكيت فيديوهات سابقة، مشتركين القدامى يتذكروهم. أما هذول الدجاجات مثل ما قلت لكم بعت البط وجبت هاي الدجاجات العرب. بسم الله ما شاء الله 9 دجاجات وديك. هاي الدجاجة وديك نايمين فوق. إذن لحد هنا أعتقد أن ننهي الفيديو. طبعا قاعد ألاحظ شي غريب، نقص، كأنه نقص بالدجاج. قلنا 9 هنا 3 هنا. ذاك الأسود ما شفته، هذاك ما انتبهت عليه زين. 3 و4 7 8 9. اكو هنا بعد دجاج؟ لا اللي هنا كلهم فراريج. إذا أنا متوهم، لأني قلت 9 دجاجات وديك، فهسه نظريا حسبتهم طلعوا 8 دجاجات وديك، فإذا هم مجموعهم كلهم 9. يعني ويا الديك 9 والفراريج هذول 7. طبعا شوفوا هاي مرات تنفسية. شوفوا انتبهوا على هذا، انتبهوا على هاي الحركة يسويها من يفتح شوية شوية. شوفوا هاي بداية التنفسية. فهاي القطرة عندي جايبها مال التنفسية، فراح نعطيهم إن شاء الله يطيبون عليها إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. يعني شفتوا ما يحتاج أصور لكم البقية، يعني شفتوا هاي 3
شلون انطيناهم. فراح اكمل البقية وارجع لكم ثاني يوم ان شاء الله بالنهار. يلا تصبحون على خير. ورجعنا من جديد. هسه الدنيا نهار، تقريبا الساعة 5 إلا شوية، يعني تقريبا ما ظل شي اللي يأذن المغرب. شوفون الحوش فارغ، هذا الحوش فارغ، مزرعتنا فارغة، الدجاج كله فايت جوا لين ما ظل شي يأذن المغرب. شوفوا هاي دجاجة يم الباب، هاي آخر دجاجة فايتة جوا طبعا. شوفوا الدجاج ليش يصيح من يطلعون هيك صوت، يعني اكو بيض. هذول دجاجاتنا مع الزينة، القطبيات. الكاميرا ليش مغوشة؟ الديك ودجاجته ورا، واكل عندهم طبعا اكل منزلي ينطيهم حاليا. هذا ميهم موجود، سد عليهم يعني مثل ما اتفقنا انه درجة حرارة تصير منخفضة جدا بالليل او خاصة في فترة الفجر. شوفوا الارانب، الارانب عندهم اكل وشرب، اصلا الشتاء ما يحتاجون مي، بس نحن حاطين مي لاحتياط. هنا هم عندهم فايتين جوا طبعا. خلينا نضرب لنا فرة هنا بالمزرعة نشوف بلكي دجاج جاي مبيض هنا، لأن مرات يجي البيض من هنا. نشوف فرة هذول القطع، جنكوات ماكو، هنا مرات يبيضون ماكو، هنا أيضا ماكو، لا ماكو، إذا مبيضين جوا أعتقد. هنا ورا هاي الكرستة، هاي بزونتنا. شيف 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 شيف. شوف هسه قمت الحق وراي، هاي بزونتنا جوعانة طبعا، بس والله ماكو اكل، زاتين هناك فما اكلين. شوف هاي هم جته، سمعتني اصيح جت. طبعا هسه قبل شوي رجعت من الشغل هاني، اعذرونا على التقصير، والله مقصر وياكم بالفيديوهات، بس والله ما بيدي. هسه قبل شوي يلا رجعت من الشغل، يعني ما الحق، ما بيدي وقت انه اصور. نشغل فلاش ونشوف بلكي مبيضين، اعتقد مبيضين. ايه شوفوا فعلا بسم الله ما شاء الله مبيضة، لان دجاج من يصيح هيجي. شو جواك انت؟ ماكو شي، ماكو، هنا ماكو، هنا ماكو. طفي الفلاش ونطلع برا. هاي بيضة ما شاء الله تبارك الله. دجاج من يطلع هيجي صوت يعني مبيض او يريد يبيض. هذا اكل منزلي، تمان وخبز. هو اكل مال بيت يعني. انا هاي ورد، اعتقد ورد الجوري يسمونه، هذا يصير لونه احمر او لون وردي. شوفوا من جوا ما مخلين بيها ولا ورقة. شوفوا هنا على مكان عالي ما يصلون، فباقي الورق ما شاء الله. هذا علاجهم، خليه هنا ان شاء الله بالليل انطيهم،
لأن مثل ما اتفقنا بالنهار ما أقدر، ما ينمسكون بالنهار، لازم بالظلمة. شوفوا هذا الديك يريد يهجم علي. شوفوا شلون خاف، شوفوا شلتو بيدي، شلت هذا البوري بيدي قام يخاف. هسه دجاج شبعان طبعا ما كان جوا. هسه نحكي لا ما نحكي بعد نبطل. طبعا لا تشاقه، صوت الديك ماكو احلى منه. صيح صيح، يعجبني صوت الديك يعني. يلا اطربنا اطربنا. عاشوا. يلا نفوتهم على بيتهم مثل ما اتفقنا، هسه هم شبعانين. هم اصلا كانوا جوا فاين طلعتهم، سد بابهم. ونقول لكم تصبحوا على خير. راح اجيكم بالليل انطيكم علاج ما تخلصون مني. شوفوا هذا الديك مال الزينة قاعد يصيح وياه. شوفوا الغربان. هسه وقت رجعتهم على بيتهم، وهذول الفوق هم نوارس. اقرب لكم عليهم، هذول نوارس. نوارس اللي يصيرون مع الشط بالمي. هذول يروحون. شوف هذول مجموعة ثانية، والغربان يرجعون. الفجر بالعكس، الفجر الغربان تروح، هذول يرجعون. طبعا واحد من المتابعين سألني شنو العلاج او شنو الاكل اللي يخلي دجاجة تبيض. طبعا بعد رب العالمين، انه كله بيد رب العالمين. الاكل هو قد راح احكي لكم اياه، ما راح تصلكم الفكرة. فان شاء الله الفيديو الجاي راح اسويها عملية تطبيقيا قدامكم، وراح تشوفون، ان شاء الله تعرفون الطريقة بالضبط. طبعا مجربة، والدجاجة اللي ما تبيض عندك قاطعة ما تبيض كانت فترة يومين بعد ما تنطيها الحنطة المسلوقة، تسلقها بالمي درجة حرارة معينة اللي تقوم تفور. بعد تتركها تبرد وترجع تنطي لهم اياه. ما تبرد كامل وانما تدفى شوية، يعني يظل بيها شوية دفو حتى يدفي معدتهم. فعاليتها تبدي بعد يومين او 3 ايام، ممكن تصل اقصى شيء اسبوع، وراح تشوف ان شاء الله الدجاج عندك يبيض. بس انا من زمان ما مسوي لهم هاي الاكله. ما تشوفون فعندي دجاجة بيضة الحمد لله. هاي بيضة طلعتها قدامكم من جوا. فان شاء الله الفيديو الجاي راح اسوي لكم بخصوص هذا الموضوع، احترف لكم عليه بالتفاصيل ان شاء الله تعالى. اعتقد لحد هنا ننهي الفيديو. انتظرون الحلقة الجاية ان شاء الله. واحب اشكركم من كل قلبي. كل شخص وصل لهذه اللحظة هو يشاهد الفيديو، احب اقول له رحم الله والديك، جزاك الله خير. ساعدونا ان شاء الله نصل 1000 مشترك بأسرع فرصة ممكنة، او بأسرع وقت ممكن. ما راح انساكم من التصوير ان شاء الله. بس نصل 1000 مشترك ان شاء الله اكو طير جديد راح يدخل للمزرعة ان شاء الله تعالى. ما راح اصرح لكم عنه هسه، ان شاء الله بس نقرب نصل على 1000 مشترك اقول لكم اسم الطير. الطير طبعا اكثريتكم 99% من عندكم يعرفون هذا الطير. هو طير مميز جدا، ولازم كل بيت يربي من هذا الطير.
لفعاليته وفائدته. فلحد هنا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.